رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديد. حذروا فزروا هنفطر ايه النهاردة وهنفطر فين. الأكل مش حقيقي. هي دي الليستة بتاعت المكونات بتاعت الأكلة بتاعتنا النهاردة. يلا، أول حاجة عندنا حمص وعندنا خل وعندنا ايه كمان، وعندنا برطمان صلصة وعندنا زيت وممكن سمنة، وطبعا رز مصري جميل حلو قوي. وكمان عندنا مكرونة صغيرة الملكة، أنا مش بعمل دعاية ولا حاجة، وعندنا الشعرية وعندنا العدس. وأنا بشجع حاجات بلدي. أوكي، هنجيب الرز كده ونحطه في طبق، ونجيب العدس ونحطه كده في طبق، وعندنا الشعرية نحطها كده كميات معقولة يعني، والمكرونة أنا بحب النوع الصغير وبحب نوعين مكرونة. تمام. هنجيب حلة ونحط فيها مية، نحط شوية ملح ونولعها عليها على النار لغاية ما تغلي، عشان هننزل فيها المكرونة للنوعين، الاسباجيتي والمكرونة الصغيرة دي، ونسيبها كده لغاية ما تغلي وتبقى طرية، مش قوي يعني، نص نص. وبعدين ناخدها ونشيلها ونحطها في المصفى ونركنها على جنب. خلاص. نجيب الحلة تانية او نفسها، نحط شوية زيت ونحط الشعرية ونحمصها كده اهو شوية، لونها يبقى لونه بني كده حلو. وبعدين نروح حاطين عليها بقى ايه، نجيب الرز بتاعنا نغسله غسلة واحدة ونروح حاطينه على الشعرية، ونقلب مع بعض ونحط كمية المية ونظبط الملح، ويا سلام شايفينه مفرفر ازاي. كده نبقى ايه، خلصنا الرز، ما تسووهوش قوي. نجيب بصلايه ونقطعها، نعمل حلقات كده اهوت، وجزء منها نفرمه بالمبشره. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. تمام، يبقى جزء منه مبشور والجزء التاني نقطعه كده حلقات طويله كده اهوت، زي هلال كده صغير. خلاص، ها لسه ما جالكمش كده فكره احنا بنعمل ايه؟ طيب، هنحط الزيت ونحط البصلة واتحمرت، اوعوا تخلوها تتحرق، ونحط فيها بقى العدس ونقلب كويس قوي، وحبة مية ونقفل عليه نار هادية. لازم يبقى جامد، ما يبقاش مستوي قوي يا جماعة. وشوية توابل ملح وكمون ونغطي عليه ونحطه على جنب. طيب، احنا كده فاضل لنا ايه؟ خلوا بالكم ان هي الحلة سخنة. خلوا بالكم الحلة سخنة. هنجيب طاسة ونحط فيها حبة زيت، وبعدين هنروح جايبين البصل اللي احنا قطعناه ونقلب نقلب نقلب لغاية ما يبقى محمر كده، ونجيب ورق مطبخ ونطلعه نصفيه عشان نشيل منه الزيت، وعشان يفضل ايه، مقرمش. طبعا انا ما قلتلكمش ان انا حطيت حته سكر كده هو وانا بحمره عشان يبقى مقرمش، والقرمشه بتاعته تبقى حلوه. خلاص، نشيله كده على ورق وعشان يمتص الزيت اللي فيه كله، ويبقى كده ايه، كريسبي وجميل. طيب، ونحطه على جنب. في نفس الطاسة بقى بنجيب الحمص المعلب، ونحط نقلبه تقليبة كده هو صغيرة بس ياخد كده لون. خلاص، ونحطه برضو على جنب. برضو لسه معرفتوش احنا عملنا ايه؟ معقولة ده البتاع ده ريحته في مناخيري اهي. نحطه كده في طبق ونركنه على جنب. دلوقتي فاضل لنا حاجة مهمة جدا بالنسبة للطبق ده. دلوقتي هنجيب البصل، توم، ونقطعه، ناخد فصين تلاتة كده وندقه كويس جدا ونخليه كده على جنب. هنجيب حلة صغننة أو كسرولة صغيرة، نحط فيها حبة زيت ونحط التوم ونقلب كده هوت، وناخد الصلصة اللي احنا جبناها المعلبات دي، ونعمل كده هوت ونتبلها بقى بكمون وكزبرة ناشفة وشطة وفلفل حامي، ويبقى عندنا الصوص كده هوت، ونتبلها بقى بفلفل اسود بقى وشوية توابل حلوة كده في الاخر. وبقى عندنا الصلصة الحمراء بتاعت ال ها لسه برضو معرفناش. طيب، في حاجة تانية بقى، صوص تانية. بنجيب التوم اللي احنا دقيناه في الهون نحط عليه شوية زيت، ونحط عليه ليمون، وكمان نحط بقى فيه توابل اللي هي ايه، كمون، كزبرة ناشفة، شطة، ايه تاني، بقطع انا بقى ايه شوية كده ايه فلفل حامي اخضر. وبتبقى عندنا احسن. ها مش قادرة اقول الاسم عشان ما اقولكمش الطبق ايه. ولازم نختم بقى بالخل ونحط خل كتير. خلاص كده، لسه برضو. طيب، هنجيب بقى الطبق، الحلة الأولانية اللي فيها الرز بالشعرية، ونحطه كده هو في الطبق ده، طبق التقديم، والرز مفلفل ما شاء الله. وبعدين ننزل عليه بالمكرونة، النوعين اللي احنا عملناهم، الصغنونة مع السباجيتي اهي. تمام، انا بحب اعمله نوعين مكرونه عشان يبقى زي بتاع بره. واجي بقى العدس اللي انا عملته، ولازم ما يستويش قوي، لازم يبقى بيقرمش كده يا جماعه، ونحطه كده هو من فوق. طبعا انا مش حاطه كتير، طبعا انتوا عارفين يعني العدس غالي اليومين دول، فيها دوبك بس ديكور كده من فوق. خلاص كده، ادي كده هو التلات حاجات اللي احنا حطيناهم. وبعدين نروح مزوقين بالبصل المحمص ده من فوق كده هوت، كتير كتير كتير، ونسيب حبة لان ايه هنحطهم مع التقديم، عشان في ساعات كده الناس بيبقوا عاوزين اكتر. تمام.
نحط كده من فوق الوش، وبعدين نجيب الحمص برضو اللي احنا عملناه ونزوق ونحط كده في اتجاهات كتيرة حوالين داير ما يدور الطبق. في ناس بقى بيروحوا جايبين الصلصة او الصوص اللي اتعملت دي ويحطوها على الطبق من فوق. انا ما بحبش اعمل كده، انا بحب احطها كده على جنب، تمام، في طبق تقديم كده على جنب، عشان كل واحد يحط الكمية اللي هو عاوزها. في ناس بيحبوا كتير وفي ناس بيحبوا قليل، على حسب بقى ايه الكمية اللي الواحد عاوزها. برضو البتاعة دي اللي اسمها ايه، اكتبوا لي في الكومنت. تمام كده. طيب ناخد بقى ده ويلا بينا على ترابيزة السفرة عشان الأذان قرب يدن خلاص، ده احنا على وشك. ألحق أوضب بقى السفرة عشان ايه تلحقوا انتوا تقولوا لي الطبق بتاع النهارده ايه ومن بلد ايه. ماشي. يلا ادي اهو، وادي الصوص بتاعته، وادي الصوص التانية اهي. ممكن نحطهم في ازازتين على فكرة، خلاص، ويتحطوا على السفرة. انا بقى ايه، غرفت حبة كده هو في الخباسة كده، حطيتهم في الطبق وحطيت عليهم الصلصة. وده طبق تاني اهو غرفته برضو كده هوت علشان ايه ما يبقاش زي التاني. ودي علبة بتتباع كده هوت بره يعني اهي. دي حركة كده عشان اقدر ايه اغششكوا يعني إيه اللي عملناه النهاردة ايه ومن بلد ايه. تمام. ايه رأيكم؟ فاضل قد ايه على الاذان يا جماعه؟ وطبعا صحيح صحيح، البصل لازم نحطه كده على جنب وتعملوا منه كتير. ليه بقى؟ لان الناس وهي بتاكل الطبق ده بياخدوا بصل كتير فبيخلص، فلازم نعمل كتير. خلاص 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 خلاص، فاضل دقيقه، قرب جدا يا جماعه، قرب جدا. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. كنا فين يا جماعة النهاردة وبنفطر ايه؟ حذروا فزروا واكتبوا لي في الكومنت لما اشوفكم بكرة في بلد جديدة واكلة جديدة. باي باي.